فريلانسنج حاجة حلوة جدًا، بتعمل فلوس فوق الخيال طبعًا، بس مش لأي حد ومش طول الوقت على فكرة، وأنت نِفْسك جدًا تبقى فريلانسر عشان تبقى حُر وتعمل اللي أنت عايزه وقت ما تحب وكل حاجة، بس عايز أقول لك عشان تبقى فريلانسر لازم تبقى قمة الالتزام، ولازم تعمل خطوات برضه، كل حاجة في الدنيا خطوات يا جماعة، خطة وaction plan وخطوات وtimeline مواعيد وكل حاجة، يبقى عندك مهارات وإمكانيات وبعدين تعرف تبروزها إزاي وتعملها إزاي. إحنا بقى لنا 7 سنين بنشتغل بعد شغل طويل جدًا في شركات multi national وغيره كده، عملت consulting firm شركة استشارات صغيرة جدًا على قدنا، بس عايز أقول لكم أنا حُر تمامًا، باشتغل وقت ما باحب وباسافر وقت ما باحب وأعمل كل حاجة، بس عندي التزام غير طبيعي لإن كل عميل بالنسبة لي هو مدير، هو مدير بالنسبة لي ولازم أدير المدير بتاعي وألعب معاه إزاي. في خطوات معيّنة وحاجات معيّنة لازم تتعلم تعملها إزاي عشان تقدر تنجح والشغل ييجي لك لغاية عندك، وربي يشهد على اللي أنا باقوله ده، إحنا بقى لنا 7 سنين ربي يعلم أنا عمري ما بدأت سكة مع حد أنا باخبّط عليه أقول له أنا عايز أشتغل معاك، لغاية النهارده 7 سنين ناس بتخبّط على بابنا بيقولوا لنا عايزين نشتغل معاك وعايزين من ده وعايزين من ده. ازاي تبني الاسم بتاعك، ازاي يكون عندك براند قوي جدا، ازاي يكون عندك منتجات، ازاي يكون عندك صفات وسمات كده شخصيه تخلي الناس يقول لك انا عايز الراجل ده، انا عايز البنوته دي تشتغل معايا في المكان ده، عايز اخد منهم شغل سواء فريلانسر او بقى شغل جوه شركه او غيره. وياما شفت ناس بداوا فريلانسر خطفوهم بعد كده جوه الشركات اللي اشتغلت معاهم، تعالى يا ابني انا عايزك تمسك عندي مدير على طول. تقدر تعملها، تبداها معانا ان شاء الله من النهارده. هم 12 خطوه، 5 رحلات، كل رحله 12 خطوه في اسرع وقت ممكن تغير حياتك كلها. ابدأ النهارده معانا، انجح أكتر.